مساء الخير، اهلا بيكم معانا حلقه جديده مباشر من مصر اسره يوم الثلاث. زي ما احنا متعودين كل ثلاث بكون معاكم مريم بدر والزميل مجدي درباله. في البدايه طبعا زي كل ثلاث لازم ارحب بمجدي. صباح الخير يا مساء الخير يا مجدي. ازيك يا مريم؟ مساء الخير، اهلا بيك. اهلا بيكم اعزائي المشاهدين، يوم جديد. معايا خبر يعني هيرتبط بموضوع حلقتنا. ان النهارده كان في بيان لصندوق النقد الدولي توقع فيه تزايد معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبله، حيث توقع الصندوق تزايد معدلات نمو الاقتصاد المصري الى 4% خلال العام المالي الجاري 2022 2023 الى 5.3% في العام المقبل، وصولا الى 5.7% في العام التالي و5.9% في 25/26. توقع الصندوق ان تبلغ ايرادات الدوله 1.6 تريليون، تزيد الى 1.9 تريليون في العام التالي، وصولا الى 2.2 تريليون في العام المالي 24/25. واحنا ان شاء الله هنتكلم باستفاضه وضيفنا هيحلل مضمون هذا الخبر. حقيقي. وكمان معانا خبر تاني. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالالتزام الصارم باحكام الرقابه على الصادرات الزراعيه المصريه لانتاج محصول تصديري ذي جوده متميزه، مع الاعتماد الحصري على الكيانات التابعه لمنظومه التكويد من قبل الحجر الزراعي والتصدي لاي مخالفه في هذا الاطار، الى جانب تطبيق المعايير الخاصه بالدول المستورده لكافه المحصولات الزراعيه المصريه. وعرض وزير الزراعة في هذا الإطار التطوير غير المسبوق الذي تشهده منظومة الصادرات الزراعية المصرية، خاصة حوكمة إجراءات التصدير ومنظومة التكويد الجديدة اللي يتم تطبيقها على الصادرات الزراعية المصرية لضمان جودة المنتجات المصدرة وأحكام الرقابة عليها. تمام. ده برضو من الأخبار المهمة وأكيد هيشكل فارق يعني أكيد. هو سيادة الرئيس يعني في اجتماعات يومية بيبحث فيها الوضع الراهن اقتصاديا وبيطرح حلول وبيستمع إلى طبعا المجموعة الوزارية الاقتصادية والوزارات الخدمية، وإن شاء الله بإذن الله يعني في طريقنا لحلول كثيرة وناجزة يعني تواجه الأزمة اللي بتجتاح العالم. قبل ما نبتدي جلسة حوارنا احنا متعودين كمان اللي بيكون معانا تقرير إخباري. التقرير ده بيكون فيه أهم الأخبار اللي حدثت في مصر والعالم. خلونا نتابع تقريرنا الإخباري وبعدين نبتدي جلسة حوارنا. فيلا بينا. معلومات الوزراء: مصر تعد من أكثر الدول العربية ثراء بالرمال السوداء. المالية: 14 من مارس آخر موعد للتسجيل بمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج. تنفيذ 4 خطوط كهرباء باستثمارات 410 ملايين جنيه لخدمة المنطقة الصناعية الثامنة بالسادات. وزير الصحة يبحث تطوير الخدمات الإلكترونية بالقطاع الصحي. الصحة: بدء تطوير وإعادة تأهيل مستشفيات قديمة ب3 محافظات كمرحلة أولى. التنمية المحلية تعلن عن 22 وظيفة قيادية بديوان عام الوزارة. التموين تستهدف إنشاء مشروعات تجارية ببني سويف ب2.5 مليار جنيه. التخطيط تعقد ورشة عمل توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات. أسامة ربيع: وسائل الإنقاذ متوفرة طوال 24 ساعة في قناة السويس وخبرتنا متراكمة. محي الدين: حماية الأمن الدولي تقتضي مساهمة الدول المتقدمة بتمويل أهداف المناخ. الجارديان: تبرز قدرة فريق إنقاذ قناة السويس الفائقة على تعويم السفينة جلوري. صحيفة الأنباء الكويتية: تبرز تأكيد الرئيس السيسي أهمية دور الجمعيات الأهلية. فرص عمل جديدة للشباب من الجنسين برواتب تصل ل5,000 جنيه. مستفيدون من مبادرات التحالف الوطني فخورون بعرض مشروعاتنا أمام الرئيس السيسي. أطفال أصحاء: مبادرة التحالف الوطني لفحص 200,000 طفل مجانا. التقديم إلكترونيا دفعة 2022 وظائف هيئة قضايا الدولة من خريج الحقوق والشرطة. جهاز الإحصاء: معدل التضخم الشهري يسجل 2.1% لشهر ديسمبر الماضي. غرفة المنشآت تطلق برنامجا تدريبيا لتوعية العاملين بالمطاعم بخطورة مضايقة السائحين. تزويد معارض أهلا رمضان بالسلع الغذائية لطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة. الثانوية العامة 2023: الإجابة في البابل شيت وورقة بيضاء للأسئلة المقالية.
أسعار الذهب تنخفض 10 جنيهات، وعيار 21 يسجل 1740 جنيها.